اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا صاحبة الوجه الطفولي والبراءة سهيلة معلم تدخل القفص الذهبي. الخبر هذا ماشي جديد، البارح كامل مواقع التواصل الاجتماعي هضروا عليه، ربي يهنيها ان شاء الله. العرس تاعها داروه في فندق الشيراتون، عرضت كامل الممثلين اللي مثلت معاهم واللي فاتوا عليها في المشوار تاعها. مروان قروابي وكان من بين الاوائل المدعوين وكان فرحان وكانت باينه الفرحه تاعو في العرس تاعها. عرضت الكثير من الفنانين اللي احيوا لها الحفل تاعها، حفل تاع عرسها. سهيلة معلم كانوا يزعجوها بزاف الاسئله تاع الناس اللي يقولوا لها علاش طولتي ما تزوجتي لدرك ما تزوجتي، مازال ما جاش مكتوبك. تكتمت على السر تاعها وما اعلنتش الخطوبه، اعلنت مباشره على العرس تاعها. وكنا عارفين، كنا في رمضان نستناو في وحده من الفنانات المشهورات راح تعلن على العرس تاعها، وهي جات. كاين صفحات قالوا لنا باللي مور العيد راح تكون مفاجأة لوحدة من الممثلات اللي يمثلوا في رمضان. المهم سهيلة معلم المعروف عليها باللي مثلت احسن سلسلة اللي انشهرت بها بيبيش وبيبيشة، اللي كنا كامل نتوقعوا انها راح تتزوج مع مروان قروابي، لكنها كاين شخص واحد اخر اللي هو رجل اعمال جزائري مقيم بمارسيليا، راح تكون هي في فرنسا. درك ان شاء الله تطور من الفن تاعها، بالك تولي تسكن في دوله واحده اخرى راح تساعدها وتولي من المشهورين. المهم ربي يهنيها ان شاء الله.